صمد السلسلي تيعاني من إصابة خطيرة، ف تتشيراو ليه الأوتار تاع الركبة، وهادي تعتبر إصابة خطيرة اللي تقدر تاخد حتى لشهر، وإلا كانت غادي تاخد شهر فما غاديش يحضر كأس العالم، فخاص المدرب يستبدلو. ولكن إلا بيستبدلو المدرب فاش مزيان الطلبي تا هو باقي تيعاني من الإصابة، باقي ما رجعش، والدليل أنه ما شفناهش ضد مدغشقر وما شفناهش ضد منتخب النرويج. دونك هاد لو بوست هذا تيبقى لينا رحيمي بوحدو. كنظن سفيان الرحيمي ما غاديش يكون في المستوى تاع الزلزولي، وهادشي شفناه لا ضد مدغشقر لا ضد النرويج، لا في اللقاءات السابقة. فسفيان الرحيمي ما عطاش داكشي اللي منتظر منه مع المنتخب. تنتمناو رغم ان ستاف ميديكال تاع المنتخب باقي متحفظ، ما باش يعطي التقرير النهائي، تيقوم ببحث معمق باش يعطي التقرير النهائي. بعض الاخبار تتقول راه يقدر يوقف واحد ل 15 يوم اللي هي 2 الاسابيع، يعني الشيء اللي تيأكد انه من بعد الى تأهيل المنتخب يقدر يكون موجود. تنظن انه وهبي مدرب واقعي ما غاديش يغامر، انه خاصة انه شمس الدين كي قلنا شمس الدين الطلبي بليسي، نايف اكرد بليسي، ومجموعة من اللاعبين عندهم منزعجين، كي تنقولوا ازعاج عضلي، كي تنقولوا بحال نصير مزراوي في الكتف تاعو، بحال مجموعة من اللاعبين، خاصة ان المقابلات تاع كاس العالم تيجيو في الاخر الموسم واللعابة فهم استنفدوا الطاقة تاعتهم. دونك هذا هو النقطة اللي بغينا نشيرو ليها. والقانون سولني واحد الاخ قال لي واش عندنا الحق نبدلوه بلاعب اخر. هي عندنا الحق نبدلوه بلاعب اخر، شريطة ان الرابور ميديكال يترفع للفيفا وتكون اصابه انه ما يقدرش يشارك في كاس العالم، ما يقدرش يشارك في حتى مقابله، يعني الاصابه تتجاوز الشهر باش يمكن لك تعوضو. وإلا كنت بغيتي تعوضو فاكيد غادي تعوضو من اللائحه الموسعه اللي صيفط للفيفا، اللائحه الموسعه اللي تضم سفيان بوفال ولا عثمان معماد، هما اللي يقدروا يعوضوه. كذلك ممكن يكون التعويض بواحد اللاعب اللي عندنا مزيان اللي هو أناحي. شفنا أناحي تيميل بزاف يلعب في هذيك الجهة حتى هو، وبعد المقابلات مع مارسيليا حتى هو لعب في هذيك الجهة، وبعد المقابلات هذا العام مع جيرونا كان تيمشي لهذاك الرواق الأيسر باش ياخذ الكرة. ممكن صباري كذلك ممكن ونحيدو هذاك لاتاكون الوهمي اللي انه تيبان ليا ما مادابتيش معاه مزيان الصباري. دونك هادو هما الخيارات. في الراي الشخصي تاعي انا الاخوان تنتمنى يكون بوفال، تنتمنى يتم المنادات على بوفال يكمل كي تنقولوا يكمل لا كارير تاعو المنتخب بواحد المشاركه في لا كوب دي موند، انه تيستاهل، كان من العناصر المؤثره في كاس العالم 2022، دار اداء مزيان، وتنتمنى تسالي الكارير تاعته هنا مع المنتخب. وكذلك عنده يقدر يعطينا اضافه. كذلك ويبي قال بلا نايف اكرد غادي في البرنامج كما كان مسطر له، يعني التاهيل تاعو غادي دقه دقه، غادي ايطاب بار ايطاب، غادي الاستشفاء تاعو تيقرب يسالي. شفنا كذلك شادي رياض مع عيسى ديوب اللي كانوا في المستوى، باش ما نكذبوش انهم كانوا لاعبين ضد جوج مهاجمين اللي كبار بزاف، رغم ان الهدف تاع التعادل كان واحد الخطا بسيط. ولكن انا من وجهه النظر تاعي تيبان لي المرابط هو اللي دخل بزاف، ما بقاش قريب لاوديغارد. كي قلنا الاخوان الزلزولي فهي ضربه موجعه للمنتخب، انه الزلزولي لاعب مهم، انه اللي تفرج في الشوط الاول غادي يشوف شحال الزلزولي كان مهم في الشوط الاول، خاصه في التحولات السريعه كان مهم بزاف، والسرعه تاعته تتعاون. ولا شفتوه هو وابراهيم دياز في الاروقه فكانوا في واحد المستوى رائع. دونك نتوما الاخوان قولوا اش بان لكم، واش الزلزولي غادي يحتفظ به ويبي ولا غادي يستبدلوه بلاعب اخر؟ وإلا استبدلوا بلاعب آخر شكون اللي تتمناو يجيب؟ واش بوفال، واش عثمان معما، واش يخلي الجروب تاعو ويلعب أناحي في هذيك البلاصة ولا الصباري؟ قولوا لينا في الكومونتير. الله في راسكم، السلام عليكم.